اي خدمه. يا استاذ العصفوره اللي حضرتك انا بعرفك النهارده قد ايه حالته ممتازه. حضرتك بتقولي عليه ده يوم الجمعه، ده النهارده بحس دايره يعني. صح الكلام ولا لا؟ اهو. ايه ده؟ الظاهر محتاجه بقى. طب كده كده لا ما يصحش، انا هشوف اي حد يزقني خليكي مرتاحه. معلش انا اسف، كان لازم امشي. ايه دول؟ حق يعني توفيق. بس دي شغلانه مش سهله. انا عارفه، وكل بقى فيها انا احلى. اول مره اتنطط عليا ولا نادر ولا عمرو هيتكلم. مش كده يعني ايه؟ عشان انت فعلا خلاص مهلك. فعلا المحل اكيد قالوا لي ورقتي مش مستوفي 23 عشان سني تتغير على هند الاستمارة لحد ما جبت اخرها وقعت. ورقة تبصي انا صوت الاستمارة وترجع لي الثلاث ورق. البند الوحيد بقى اللي ممكن يعوض لي ثلاث. انت استني. يلا انت قلتي لي استناني عشان عايزاك لوحدك ولا ما؟ لوحدي. انا كنت ببيعه لواحد تاني وانت طبيتي على البيعه زي الباراشوت. بدل ما يبقى عندي 29 سنة بقى عندي. طب يعني مفيش اي بند تاني تعوضي بيه والثلاث نقط دول؟ أنا بقالي أكتر من 3 سنين بشتغل وأنت اللي بقى. يعني إما بقى البضاعة بتاعت حضرتك تغني على سعر الست أو ما. كابتن من فضلك زق سمحت. كابتن يا ابني أنت من زمانك اركب. إيه ده؟ أنت لسه هنا؟ هو ده بقى الموضوع، توصلني من الشغلانة أوضي تاخد نصيبك منها. انا سواق بس. اعتبرها شغلانة. جيت الزبون بقى اللي ما يقدرش يعيش من غير ما يبيع ويشتري. اصبر يعني عايزين ايه؟ عايزة فلوس. اسف، طبعا المباعة لا ترد ولا تستبدل، وبعدين انا ما اضحكش عليك كتير. كلها أيام والهجرة دي. ورحت عشان أشتري. انا مش فاكره حاجه ومش عايزه حاجه، يلا مع السلامه. طب بقول لك يا عربيتك دي فيها حاجة، انت لا تتقل منها. يلا. انا متشكر قوي. طلعوا لي مدام. واحنا مالناش سيره الحكايه دي؟ هما طلعوا التمثيلة فين؟ عشان ماشي. عن اذنك. استنى بس. يعني انت عايزه طبعا امال انا كنت بزقك ليه؟ 30 يعني اتنقلت في شرط السن من خانة تحت ال 30 لفوق ال 30 وخسرت